السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه جيده وطاعه دايما لله. مطبخ التوفير النهارده هنعمل بلح الشام الخطير الجميل. جربوه وان شاء الله هينجح معاكم من اول مره. طبعا حلويات الشرقيه بتاعتنا، لقمه القاضي اللي هي الزلابيه وبلح الشام وصوابع زينب ورموش الست. يا جمالهم لما يتعملوا في البيت، جمال خالص وهينالوا اعجابكم ان شاء الله. تعالوا يا حبايبي نشوف بلح الشام عملناه في منتهى الشطاره ومنتهى النجاح حتى لو ما عندناش قمع. نبدأ يا حبايبي بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ونشوف مقادير بلح الشام ايه. عندنا كيلو، كوباية ونص دقيق، قدها بالظبط كوباية ونص مية. كتير مننا بنعمل كوبايتين قصاد كوبايتين، بس انا هعمل مقادير تانية اللي هي النشا. 3 معالق نشا ممسوحين و3 معالق سميد، فبيعوض النص كوباية زي ما حضراتكم شايفين. عندنا معلقتين زبدة او سمنة او زيت، ومعلقة سكر، ومعلقة ملح زي ما حضراتكم شايفين كده، وعندنا فانيليا و3 بيضات. طبعا عندنا الشربات بتاع البلح الشام بيكون تقيل وبارد. السكر ضعف الميه. هنا 3 كوبايات سكر، كوبايه ونص ميه زي ما حضراتكم شايفين كده اهوت. هحطها اول حاجه قبل ما ابتدي في عمايل البلح الشام. بحط ال3 كوبايات زي ما حضراتكم شايفين، واحط كوبايه ونص. دايما الشربات التقيل بيبقى السكر ضعف اهو زي ما انتوا حضراتكم شايفين. وحطه على النار. حطينا الشربات على النار، اول ما يغلي غلوه احط عصره الليمونه، وبعد كده استنى 5 دقايق ل6 دقايق عشان يبقى شربات غليظ القوام زي ما حضراتكم شايفين. وبعد كده اطفي عليه واحط معلقه الفانيليا. بعد كده بحضر حله او طاسه او اي حاجه اعمل فيها على النار البلح الشام. هحط الكوبايه ونص الميه الاول، وبعد كده احط معلقتين الزبده فيهم ومعلقه السكر واسيبهم يغلوا. ابتدي ادي كوبايه ونص الميه بتاعتي بحطها على النار، وادي معلقتين الزبده فيهم، وادي معلقه السكر. مستنيين انها الميه تغلي. بعد كده احط قصه الدقيق اللي عليه الملح زي ما حضراتكم شايفين كده. هنحط الدقيق الميه بتغلي كده، بس مش هنخليها تغلي قوي عشان ايه ما تتبخرش وتنقص مني ويبقى المقادير عندي ناقصه. ابتدي احط الدقيق زي ما حضراتكم شايفين كده، واقلبه بالطريقه دي عشان ما يكلكعش اهي، لغايه لما يستوعب كل السائل اللي موجود عندي بنفس المعلقه دي. ايه هرسه كده اهوت لغايه لما يستوعب الميه زي ما حضراتكم شايفين كده. اضغط عليها كده عشان ما تكلكعش اهو. تيجي بقى ايه احط عليها دقيق السميد والنشا واقلبها كويس. اول ما غلي هعصر عليه الليمون اهو، زي ما حضراتكم شايفين كده. ادي العجينه بتاعتها اهي، مستنيينها تبرد. هي دلوقتي دافيه عشان نحط ايه بيضه ونقلب، وبعد كده نحط البيضه التانية زي ما انتوا شايفين كده. خدت الوقت بتاعها 5 دقايق و6 دقايق. هطفي عليها، احط لها الفانيليا واقلبها واسيبها تبرد عشان احنا عايزينها بارده. هنحط بيضه زي ما حضراتكم شايفين، واحط ايه الفانيليا عليها، نقطه فانيليا عليها. ابتدي اقلب
زي ما انتم شايفين كده. ولما تنتهي تماما احط غيرها اهو، عشان العجينه ما تفكش مني. وايه لازم واحده ورا التانية، دي مهمه جدا زي ما حضراتكم شايفين كده اهو. هنزل بالبيضه التانية برضو، احط شويه فانيليا، ادي برضو النقطه، وابتدي برضو اقلبها لغايه ما تختفي تماما. احط اخر بيضه زي ما حضراتكم شايفين كده، واخر نقطه فانيليا، واقلب العجينه بتاعتي كويس جدا بقى لغايه ما اشوف القوام بتاعها. زي ما انتم شايفين كده ادي العجينه بتاعته. لو عندك قمع زي كده اهوت، بس طبعا ايه القمع لازم يكون جامد، ده ممكن يعمل الكريم شانتيه. ما تجازفيش بقى وتستعملي حاجه تطق منك وكده وانتي لسه بتتعلمي. ده بتاع كريم شانتيه يستحمل. ممكن انتي تعملي بعجينه ماسكه وطريه ولزجه، والبلبله صغيره مش هينفع. مثلا ممكن تعمليه بده، وتحطي العجينه من فوق وتضغطي عليها زي ما حضراتكم شايفين، على حسب اللي موجود عندك يعني. ادي عندنا الزيت بتاع اللي احنا قلينا بيه صوابع زينب، فبنصفيه ونحطه في بطرمان ونحطه في التلاجة، نبتدي نعمل بيه لان هو طبعا نضيف زي ما انتم شايفين. الزيت بتاعه لازم يكون بارد زي ما حضراتكم شايفين. وابتدي اعملي قبل ما تحطي على النار، ابتدي زي ما حضراتكم شايفين كده، بحطها في البلبله دي الحديد، وادي الطول اللي انا عايزاه واقصه بالمقص يا اما بصباعي ده كده اهي. لو احنا ما عندناش البلبله اللي زي ما انتم شايفين كده، وادي صباعي من تحت اقوم عامله كده اهوت اهي. ما حضراتكم شايفين ممكن تضغطي عشان يطلع تخين، وممكن تعمليه صغير. فانتي طبعا ايدك الاتنين بيبقى فيها زيت او ميه، بحيث انك انتي تقومي ضاغطه عليه لغايه ما يديك الطول المناسب، وتقومي ايه قطعه كده اهو زي ما انتم شايفين. لو ما عندناش القمع اللي يستحمل العجينه، لان طبعا اللي بيعمل كريم شانتيه بيبقى كريم شانتيه خفيف، ما بيبقى ما يفرقعش منه. لكن العجينه تبص عايزه ايه جامد. هنعمل بقى ايه الكميه بتاعتنا دي، نسقطها كده في الزيت كله، وابتدي ايه احطه على النار زي ما انتم شايفين كده. هتعملوه كده اهو وتحطوه على النار. طبعا احنا ما نقلبهوش الا لما الزيت يغلي وتحس ان هي تشمع، حين ما انا ايه مقلبه على الوجهين يعني. في الحاله دي زي ما انتم شايفين كده شمع، ابتدي بقى ايه مسك نفسه، ابتدي اقلبه وانا ايه شوف حجمه اختلف يعني ايه، تحس ان هو كبر شويه زي ما انتم شايفين كده اهو. اقلب بدل الشمع، قبل كده كان لا زي ما انتم شايفين. ممكن نشيله وهو مصفر كده او متشمع زي ما انتم شايفين، لو انت عايزاه مقرمش او عايزاه يقعد اطول فتره، يعني مثلا اطول فتره يعني ان قعد يعني لمده اسبوع ايام يعني بيبقى زي ما هو مقرمش. وطبعا النشا ليه عامل كبير جدا ان يخلي بلح الشام بتاعك مقرمش. ممكن تطلعيه زي ما انتم شايفين كده في الحاله دي، وبعد كده تدخلوه تاني يتحمر عشان يقعد معانا يوم يومين اسبوع وهو بحالته، ما يعني ما يطراش ويفضل ايه ناشف وماسك نفسه كده ومقرمش زي ما انتم شايفين كده. في الحاله دي انا طبعا هيتاكل على طول، فانا بحمره تمام التحمير، وبعد كده احطه على طول على الشربات البارد وهو سخن كده زي ما انتم شايفين. هو بالحاله دي قرب يحمر زي ما انتم شايفين اهو. وادي شوفوا ممكن تعمليه طويل تعمليه قصير زي ما تحبي. ما عندكيش قمع زي ما انت يعني اللي انا عملت بيه ده ب5 جنيه، لان طبعا القمع بتاعه لازم يكون من الماني، يعني من نوع القماش نوع المتين عشان ما يفرقعش منك ويدهولي الدنيا. فيعني الشاطره بقى بتغزل باي حاجه عندها وتعرف تتصرف.
هنعمل بلح الشام زينا زي ايه، زي المحلات اللي احنا بنشوفها بره. زي ما انتم شايفين كده قرب يحمر، وعلى طول هحطه في المصفى، وبعد كده على الشربات على طول. زي ما حضراتكم شايفين كده هو سخن بقى، احطه في الشربات وابتدي اقلب. شوفوا مقرمش ازاي، سامعين الصوت اهو. زي ما انتم شايفين كده ادي شرباتة غزير، وادي اهي على طول اطلعها، مش زي صوابع الزينة بحطها دقيقة على طول. زي ما انتم شايفين كده ابتدي زي ما حضراتكم شايفين كده في منتهى الجمال. شايفين ناشفة ازاي اهي، وتفتحيها زي ما انتم شايفين كده بتبقى الشربات جميلة خالص. اعملوها وانتم مطمنين العجينة بتاعتها 100% ناجحة، بالمقادير دي، بالنيشة، بالسميد، بالبيض. لما تبرد العجينة واحدة وتختفي، بعد كده احط التانية. العجينة ما فيهاش لا خميرة ولا بيكنج باودر. ممكن تزينيها بالفستق، ترش عليها، بس انا ما بحبش عليها اي حاجه. جوز الهند، ممكن الفورماسي الوان، فورماسي شوكولاته، ممكن صوص الشوكولاته بتاعنا. والله انا دقتها جميله، تستحق التجربه، ناجحه 100%، مش كلام. ممكن تحط عليها صوص الشوكولاته الاضافات اللي انت عايزاها، بس انا بحبها بصراحه كده، طعمها جميل. يا رب تكون وصفة سهلة وبسيطة على بناتي يقدروا يطبقوها. اعملوا جربوا، مش هتفشلوا، وان شاء الله تبقى ناجحة من اول مرة. دمتم بيتكم عمرونا بذكر الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.